الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، وهكذا الشهامة والمروءة في ميزان الإسلام رأيناها متمثلة في شخصية سيدنا موسى عليه السلام، متمثلة ترجمة عملية مع سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الكرام الأطهار، متمثلة في تعاليم رسول الله للأمة أن يكونوا رجالا بمعنى الكلمة، رجالا بما تحمله الكلمة من معاني: شهامة، مروءة، شجاعة، مجدة. وهكذا أيها الأحباب، يا آل بيت رسول الله، يا مولانا الإمام الحسين، أين أنتم يا آل البيت من الشهامة والمروءة؟ أقول حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. يقف مولانا الإمام الحسين أمام يزيد بن معاوية، لا يرضى أبدا بالدنية في دينه، لم يتربى على هذا، تربوا في بيت نزل الوحي فيه على رسول الله. وقد أتى إليه من يقول له: يا إمام ابدأهم بالقتال، فيقول: ما كنت أبدا لأبدأهم بالقتال. شهامة ومروءة. بل لما يأتي جيش الحر الرياحي وهو قد أتى ليقف معارضا لمولانا الإمام الحسين، وقد شعر منه مولانا الإمام الحسين أنه قد اشتد به العطش، فماذا يفعل وهو عدو؟ وجاء لكي يقف ويعارض مولانا الإمام الحسين بجيشه. نزل مولانا وقدم له الماء وسقى فرسه بيديه. شهامة ومروءة من آل بيت سيدنا رسول الله. مظهر آخر من مظاهر الشهامة والمروءة، قال له مولانا الإمام الحسين، قال لمن معه: من أراد منكم أن يقاتل معي فله ذلك، ومن أراد أن يرجع فهو في حل. لكنه صامد، يقف وقفة الشجاع البطل رضوان الله جل وعلا عليه وعلى آل بيته الكرام الأطهار. وماذا نقول في سيدتنا السيدة زينب؟ ماذا نقول في سيدتنا؟ وقفت وهي ترى مولانا الإمام الحسين يقتل ويذبح، وقفت تخطب فيه تقول: تجرأتم على آل بيت رسول الله، تجرأتم على من قال فيه رسول الله: حسين مني وأنا من حسين. أحب الله من أحب حسينا، والنور على رأس مولانا الإمام الحسين وعلى رأس مولانا الإمام الحسن. لما نزل النبي من على المنبر وقال له الصحابي: آخذهما إلى البيت يا رسول الله، فبرقت برقة على مولانا الإمام الحسن وسيدنا مولانا الإمام الحسين، نور وضياء لا زال عليهما حتى فارقا رسول الله.
تجرأتم. سيدتنا السيدة زينب تقول عن أخيها مولانا الإمام الحسين: تجرأتم، وقفت وقفة الشجاعة المقدامة، وفدت بنفسها سيدنا مولانا الإمام علي زين العابدين. فدت بنفسها سيدنا مولانا الإمام علي زين العابدين ابن مولانا الإمام الحسين. ماذا نقول أيها الأحباب في آل بيت سيدنا رسول الله؟ ثم وقفت سيدتنا تنظر إلى المدينة وتنظر إلى رجالها ولم يقفوا بجانبهم، وتنظر إلى مكة وتنظر إلى الشام وتنظر إلى العراق. أي بلد ننزلها يا الله؟ أي بلد ننزلها يا الله؟ فكانت مصر مقر ومستقر آل بيت رسول الله. ليترجم أهل مصر شهامة وحبا ومروءة ونجدة لآل بيت رسول الله. والله لو كانت مصر لو لم يكن فيها خير ما اختارها الله لتكون مقر آل بيت رسوله. لو لم تكن مصر أرض خير ما اختارها الله لتكون مقر آل بيت رسوله. لكن إن اختيار مصر لتكون مقر آل بيت رسول الله ليس اختيارا هكذا. تنزل سيدتنا السيدة زينب، سيدتنا أم كلثوم، سيدتنا سكينة، سيدتنا فاطمة النبوية، سيدنا الإمام علي زين العابدين. يستقبلهم أهل مصر بالترحال، بالسرور، بالبشر، بالأفراح. يستقبلون آل بيت رسول الله. وهكذا أيها الأحباب، والله بإذن الله لن تضام مصر أبدا وفيها آل بيت رسول الله. والله لن تضام مصر أبدا وفيها آل بيت رسول الله. من القرآن فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كلام سيدنا إبراهيم من سورة إبراهيم عليه السلام: تهوي إليهم. الضمير بالجمع يرجع إلى ذريته، وذرية سيدنا إبراهيم امتدادها ذرية سيدنا إسماعيل، امتدادها ذرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا لست أخشى الفقر في دنيا الورى. يا مصر يا مصر بإذن الله لن تجدي فقرا أبدا. أنا لست أخشى الفقر في دنيا الورى. كأن مصر تتكلم. أنا لست أخشى الفقر في دنيا الورى، فخزائن الرحمن لما تنفني. أنا لست أخشى من ظلامة ظالم. أنا لست أخشى من عداوة معتدي. أنا لست أخشى ذلة أو ذلة. خير البرايا شافعي ومؤيدي. أنا لست أخشى الضيم في دنيا الورى، وأنا الحبيب لآل بيت محمد. يا الله يا الله. من ساحتي ودوحتي وروضتي ومنبر مولانا الإمام الحسين. وقد قال ربنا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالدعاء عند رسول الله مقبول. لنربط بين هذه الآية وبين حديث رسول الله: حسين مني وأنا من حسين، حسين مني وأنا من حسين.
فبمنطوق الآية ومفهوم الحديث من دعا الله في ساحة مولانا الإمام الحسين يستجيب الله دعاءه. بمنطوق الآية ومفهوم الحديث. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بخمس آل عمران ندعوك يا الله في ساحة ودوحة وروضة مولانا الإمام الحسين كما مثل أهل مصر الشهامة والمروءة والنجدة وهم يستقبلون آل بيت نبيك يا الله. اجعل مصر بلد الأمن والأمان، اجعل مصر بلد الأمن والأمان، اجعل مصر بلد الأمن والأمان والسلم والسلام والخير والإسلام. اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اجعل مصر في أمانك وضمانك يا الله يا رب العالمين. اجعل مصر في أمانك وضمانك يا الله يا الله يا رب العالمين. احفظ مصر وأهلها، احفظ مصر وأرضها، احفظ مصر وجيشها، احفظ مصر وشعبها يا الله يا الله يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أنت أعلم بأنفسنا منا، حقق لنا آمالنا وأمانينا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال وأزل عنا كل وبال ونكال. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة إلا قضيتها يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رضي الله عن مولانا الإمام الحسين، رضي الله عن مولانا الإمام الحسين، رضي الله عن سيدتنا السيدة زينب، رضي الله عن ساداتنا من آل البيت الكرام الأطهار، وعلى جدهم المصطفى أفضل الصلاة وأتم السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، واذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة.